عليكم. جاء اليوم أعضاء الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين أمام وزارة التعليم العالي من أجل القيام بواحد الوقفة نضالية تذكيرية بملفنا المطلبي اللي هو أصبح ملف معروف، وهو الإدماج في الجامعة المغربية وفي مراكز البحث لأزيد من 3 سنوات، وحنا هنا كنناضوا في مدينة الرباط. الملف لا زال ثابتا سواء مع الحكومة الفائتة أو مع هذه الحكومة. لم نرى أي يعني السيد الوزير لم يقم بأي خطوة من أجل حل هذا الملف، بل يقوم باستفزاز الدكاترة المعطلين من خلال خرجات إعلامية غير مؤهلة، لأنه يقول بأنه بسبب الخصاص، من أجل سد الخصاص الموجود في الجامعة سينفتح على الطلبة الدكاترة الذين لا يزالون يدرسون بالجامعة من أجل سد هذا الخصاص. ومن هنا أوجه رسالتي إلى السيد الوزير: من هم أحق بولوج الجامعة؟ هل الدكاترة المعطلين الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه وأنهوا مسيرتهم العلمية، أم الطلبة الباحثين الذين لا يزالون يدرسون في الجامعة؟ هنا أقول السيد الوزير: كفى من العبث بهذا الملف المطلبي، ضروري حل ملف الدكاترة المعطلين، وضروري النزول من برجه العالي من أجل الجلوس على طاولة الحوار مع هؤلاء الدكاترة، لأن وجود الدكاترة في العهد الجديد وفي مغرب 2022 والذي مقبل على 2023 أن نجد دكاترة معطلين في الشوارع، هذه وصمة عار على جبين هذه الحكومة التي تدعي أنها حكومة الكفاءات، في حين نجد أنها حكومة القضاء على الكفاءات. اليوم كالعادة نجدد لقاءنا مع الشارع بعد أن رفضت المؤسسات المعنية عقد لقاء هو حوار جاد ومسؤول معنا، بعدما أن وجهنا إلى مجموعة من المراسلات والمذكرات المطلبية. لحد الساعة لم هناك سياسة الهروب إلى الأمام، ليست هناك أي مقاربة سوى المقاربة القمعية من طرف جلاوزة القمع العمومي، ولذلك نحملهم مسؤولية المس بسلامتنا الجسدية والمعنوية. لحدود الساعة هناك ركود في ملفنا للأسف الشديد على غرار باقي الملفات الاجتماعية، لأن ملفنا هو ملف اجتماعي بحت على غرار باقي الملفات الاجتماعية لمختلف الشرائح الاجتماعية في المجتمع المغربي. هذه الحكومة لم تفي بالتزاماتها الخمس في إصلاح التعليم والصحة والحماية من تقلبات الحياة، وكذلك مجموعة من الالتزامات والإجراءات التي لم تفد بشيء منها، خصوصا بعدما لحد الساعة لم تمرر قانون الحماية الاجتماعية أو ما يعرف بقانون ضد الإقصاء الاجتماعي، بعدما أن برمجت هذه الحكومة هذا البند في مشروعها الانتخابي على أنه بعد 6 أشهر من نجاح في الانتخابات الفوز بالاستحقاقات الانتخابية ستمرر قانون ضد الإقصاء الاجتماعي. والدكاترة المعطلون خصوصا والمعطلون على وجه العموم هم من يعانون بالإقصاء الاجتماعي. أكيد أننا ما زلنا في شوارع الرباط إلى حين تحقيق تحقيق مكتسبنا التاريخي وتحصيل مكتسبنا الشعبي له الإدماج المباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية والجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي. لحد الساعة ليس هناك أي حوار. كانت هناك حوارات سابقة مع مجموعة من المجالس الحقوقية ومجالس الدولة ورؤساء الفرق البرلمانية وبعض النقابات، ولكن لحد الساعة ليس هناك ركود في الملف للأسف. نحن في قادم الأيام سوف ندخل في برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على جميع الاحتمالات، من الإضراب عن الطعام، من اعتصام مفتوح. أننا ما زلنا في شوارع الرباط لأن هذا هو متنفسنا الوحيد. الأشباح في الوظائف، بينما الدكاترة المعطلون في الشوارع معرضون للقوات وجلاوزة القمع العمومي. لحد الساعة وبعد نزولنا لشوارع الرباط أزيد من 3 سنوات، أكيد أننا لن نخلي شوارع الرباط ولن نستسلم إلى حين تحقيق مكتسبنا التاريخي ومكتسبنا الشعبي. معك دكتورة رادية باسم الدكاترة المعطلين، أو أقول متعطشين للفرح، لأن كلمة معطل كأنك تحكم على الشخص بنهاية أحلامه وآماله وآلامه، وهذا ما نحسه نحن أيضا، لأن من هنا مرابطين لمدة 3 سنوات. الحمد لله أننا قد عشنا أجواء الفرحة في الأيام الفائتة بسبب المنتخب الذي رفع رأس العرب وحقق ما لم تحققه السفارات أخرى في إعلاء كلمة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كسبنا القلوب وكسبنا العالم بأسره، ونتمنى أن تعم الفرحة قلوب أمهاتنا أيضا.
أقول لهؤلاء المسؤولون إلى متى هذا التجاهل الذي امتد لمدة 3 سنوات. ليست سنوات سهلة بالنسبة لعمر الإنسان أن تضيعها هباء منثورا. أقول لهم: كيف تقولون أيها المسؤولون الذين أوجعتم قلوبا وكسرتم أرواحا، كيف تقولون في تشهدكم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ كيف ما عن أي سلام تتحدثون وأنتم أوجعتم قلوبا وكسرتم أرواحا يصعب تضميدها؟ لا أتحدث عن نفسي بشكل خاص، ولكن عن أسر أخرى تتألم من وراء ألمنا. نتمنى أن تصل رسالتي بشكل إنساني، لأن خطابي إنساني أكثر ما هو علمي. ونتمنى أن يكون الفرج في نهاية هذه السنة التي كانت فيها بشائر الفرح. أتمنى أن يعم هذا الفرح قلوبنا أيضا التي انكسرت. شكرا.